ونجيب بقى وادي قاعده. صباح الفل يا حبوبات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. فيديو جديد والنهارده هكلمكم عن الروتين اللي جايب مع شعري من الاخر، تطويل وتتقيل ما شاء الله، والخلاصه بتاعت خبرتي بتاعت السنين اللي فاتت كلها. لايك سريع للفيديو، كومنت الصغنون، واشتراك في القناه لو انت لسه مش مشتركه عندي، وبس كده يلا بينا على الفيديو من غير كلام كتير وشرح، لان الشرح بجد لو شرحت لكم انا جربت منتجات قد ايه، سبريهات للشعر، برشام، فيتامينات للشعر، كل حاجة انا جربت كل حاجة للشعر، الغالي والرخيص والوسط كل حاجة جربتها بجد. يعني صرفت كمية فلوس على شعري تبني عمارة مثلا او حاجة. طبعا الافضل ان انت تعملي تحليل دم كامل، ولا اسمها صورة دم كامل حاجة كده، وتروحي بيها لدكتور جلدية يكون شاطر، وهو اللي يكتب لك طبعا على روشتة كويسة لشعرك. دي نمبر 1، لازم تعملي حاجة زي كده، لان ممكن يكون عندك فيتامينات ناقصة، فيتامين د، فيتامين، اي فيتامينات. احنا عندنا فيتامينات كتيرة متبهدله ومتمرمطه ومتكحرطه معانا بجد، حديد وفيتامين د. بس لازم الافضل ان انت تروحي الاول للدكتور وتستشيريه. انا بقى بتكلم عن تجربتي انا الشخصيه، ودي ناتجه عن خبره سنين حرفيا مع شعري، وان هو اقل حاجه، اقل نفسيه، اقل حاجه بتحصل لي بجد بتأثر جدا جدا جدا. غير بشرتي اللي طالع فيها واخده طلقه في خدي، اعملوا نفسكم مش شايفينها بس هو شعري بجد اكتر حاجه بتتاثر في جسمي كلها. يعني حضرتك اسيبه شعري في حاله بوظه اي حاجه تانية؟ لا، احنا هنبوظ لك شعرك اللي انتي صارفه عليه دم قلبك ده. خلاصه خبرتي الفتره اللي فاتت، انا كنت ماشيه على فيتامين ليميتلس جلو هير، هحط لكم صورته هنا دلوقتي. كان تحفه جدا معايا، بس انا اما بلاقي نفسي ان انا طولت قوي مع فيتامين، بحب ان انا اكنسله او احطه على جنب واروح لفيتامين تاني يكون كويس برضو، علشان بسمع ان الجسم والشعر والبشرة بتاعتها بتتعود على الحاجات اللي انت بتديها لها، مثلا تبقى عايزة ان انت تجيبي لها حاجة جديدة تخش جسمك، والله اعلم. غيرت الصراحة وجبت فيتامين تاني، كنت ماشية عليه برضو فترة طويلة جدا، من فترة كبيرة يعني مثلا من سنتين او حاجة، رجعت له تاني. تمام، عشان انا عارفة ان هو كويس جدا، تركيبته فيها كل الفيتامينات اللي تتخيليها وما تتخيليهاش. بدون ما نطول وقت الفيديو اكتر من كده، هوريكم الفيتامينات اللي مشيت عليها لتكثيف الشعر وتطويله، وفيتامين تاني برضو حلو جدا ماشي عليه بقالي فترة طويلة جدا برضو لتطويل الشعر. وتركة كده هقولكوا عليها في اخر الفيديو، دي برضو بتساعد جدا 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 في حوار تطويل الشعر وتكثيفه في وقت قصير قوي. ندخل على اول فيتامين اللي هو قلت لكم عليه، هو الهير فيجين. ده شكل العلبه بتاعته ده يا جماعه ب 180 جنيه، عشان بتسال على السعر كتير جدا. يعني الناس طبعا يعني من حقكم انتوا تسالوا على السعر وكل حاجه، بس بجد ما بنزل فيديو على الابلكيشن تيك توك يعني بكتب السعر 500 800 مره للناس. طب ما نخش نراجع على الكومنتات يا جماعه، يعني ممكن تلاقي معلومات مفيدة في الكومنتات من غير ما تسأليني. ما علينا، بس الموضوع ده خانقني فقلت افضفض معاكم. المهم هقرا لكم كده التركيبه بتاعته سريعا اللي هقدر اقراه يعني من ورا. اول حاجه فيتامين دي، فيتامين اي، فيتامين سي، فيتامين بي 1، فيتامين بي 2، فيتامين بي 3، بي 6، فوليك اسيد، فيتامين بي 12، بيوتين، مغنيسيوم، زنك، كمان سيلينيوم، حاجات تانية كتير. بس انا الصراحة مش عارفة اقرأها لانها معقدة شويتين. بس ده شكل كده العلبة، هحط لكم برضو صورته هنا على الشاشة عشان لو حابين تاخدوه سكرين شوت. شكله عن قرب لو حابين برضو تتأكدوا من شكل العلبة. بيجي جواه يا جماعة 3 شرايط، كل شريط فيه 10 برشامات، يعني هيقعد معاكي شهر كامل. ال 180 جنيه ديكي لمدة شهر كامل. بناخده ازاي؟ بناخده مرة بعد الغدا بنص ساعة يوميا، طبعا ما بنفصلش، بتقعدي عليه من 3 ل 6 شهور. اوعي تكسلي، اوعي تقطعي، اوعي ان انتي تاخديه شهر وبعدين تقولي فاكس خلاص انا زهقت. حبيبتي مش هتلاقي نتيجة، هترجعي تزعلي وترجعي تقولي ما شفتش نتيجة. ما حضرتك انتي اللي ما استمرتيش. فيتامين الشعر لازم استمرار من 3 ل 6 شهور، ده لو عيل في كي جي 1 هيقولك المعلومة دي، معلومة معروفة عن الشعر.
اي حاجه عايزه تشوفي منها نتيجه لازم استمرار. طولي بالك يا حاجه. والبلبعه مفيش اسهل منها، ان احنا نبلبع فيتامينات مفيش اسهل من كده، فبلبعي على قد ما تقدري. هتشوفي نتيجة بجد خطيرة يا جماعة في تكثيف وتطويل الشعر، ما شاء الله بجد. الفيتامين ده 100. يعني فاهم جدا وخبرة في حوار الفيتامينات والأدوية وكده، أكدت جدا إن التركيبة بتاعته هي البرفكسيل المستورد اللي بتدفعي فيه دم قلبك حضرتك. طبعا احسن كتير من ان انت تروحي تجيبي فيتامين معدي الرقم وقدره، واحنا اولى ان احنا يعني نجيب حاجات في الزمن اللي احنا فيه ده، بقينا ندور على الاسعار المهولة علشان احنا على خلاص على اخرنا. سؤال تاني بيجيلي مهم جدا، هل بيزود شعر الجسم ولا لا؟ لا يا جماعة ما بيزودش. في فيتامينات تانية بطلع اقول عليها يا جماعة دي بتزود شعر الجسم، وانا نفسي وقفتها عشان نحافظ على نتيجة الليزر اللي دفعنا برضو في دم قلبنا، ده شيء على الفاضي ومضيع هباء في الهواء. مش بيزود شعر الجسم، ان شاء الله هيزود شعر راسك بس باذن الله، بس نستمر عليه وهتشوفي منه نتيجة خطيرة. تاني فيتامين معانا وهو ده بجد يا جماعة، انا كنت يأسة من ان انا اطول شعري بجد. يعني انتوا مش خلاص مش ناس غريبة نفسيا عصبية ما تفهموش، كمال وكان حزين على شبابه قوي ما بيطولش. فانا كنت يأسانة، فبالصدفة كده سمعت عن الفيتامين ده ولقيت ان سعره كويس جدا، واي نوت بقى ان انا اجربه، يعني مش هخسر حاجة، يجيب نتيجة حلوة جدا في وقت قصير وكلام زي الفل كده وخطير. فيلا بينا نجرب، يلا على حقل تجارب ماشي على الارض. جربت الفيتامين ده اسمه توماكس بلس، هسيب لكم برده صورته هنا عشان لو حابين تاخدوه سكرين شوت. في 50 برشامة، ده سعره يا جماعة 50 55، هو كان 45 بقى 50، معرفش عدى ال50 دلوقتي ولا لا. باخد واحدة بعد الفطار بنص ساعة، سمعت ان لو مستعجلة شويتين خد 2 بعد الفطار بنص ساعة. ممنوع 3 ممنوعات للناس اللي عندها قولون، الناس اللي بتشتكي من اي مشاكل في معدتها، لا اوعي تاخديه عشان ده خلاصة الثوم، فللاسف بيتعب المعده للناس اللي عندها اصلا حاجه يعني بتعاني منها في معدتها، هتزود عليكي الموضوع فبلاش. الحمد لله ما شفتش منه اي نتيجه مش لطيفه في حوار المعده وان هو تعب معدتي والكلام ده كله، الحمد لله ما شفتش اي حاجه. بكون فطرانه كويس وباخده بعد الفطار بنص ساعه، واستمريت برضو عليه فتره طويله قوي. انا مش فاكره اصلا ابتديت فيه امتى من كتر ما انا بجد ماشيه عليه بقالي كتير حبه كتير، يعني ممكن اكتر من سنه او حاجه. خلاص سقطت ان انا اصلا ابتديت فيه امتى وماشيه عليه والدنيا زي الفل، والنتيجه بتاعته حلوه يا ولاد ما شاء الله تبارك الله، تحفه بجد. لو يأسانه وخلاص جبتي اخرك من حوار ان شعرك ده يطول، جربي التومكس بلس وهتدعيلي حرفيا، بس كده. حاجه كمان حسيت ان هي برضو ساعدت قوي مع التومكس بلس في حوار تطويل الشعر، وهو الزيت بتاع لونج هير، اسيب لكم صورته هنا عشان هو مش معايا حاليا دلوقتي في البيت. يا جماعه الزيت ده تحفه، سمعت قبل ما اجيبه ريفيوز كتير قوي. انا عاشقه للريفيوز عشان زي ما انا بعمل بسمع كتير من ناس تانية برضو خبره، وناس جربت وليها خبرات حلوه مع المنتجات، فاتشجعت وجبته. هو الماني، جربته وبمشي عليه بقالي فتره. العبوه بجد بتقعد معاكي فتره طويله جدا، لان انت بتاخدي 1 بامب كده على ايدك وبتعملي كده وبتحطي على اطراف شعرك بس يوميا. عايزه تحطي يومين حطي، عايزه تحطي بعد الشاور، بس يستحسن انت تحطي مثلا يوم يوم لا. زيته مش بيدهن ولا اي حاجه، تحفه وخفيف جدا، بيخلي شعري فلافي وطري، وعارفين انتوا تحسوا ان الشعرايه كده صحيه بجد. تحفه يا ولاد تحفه. وكمان ما شاء الله بيساعد في تطويل الشعر عشان مكوناته اصلا او تركيبته هي بتساعد في التطويل، هتشوفي منه نتيجه خرافيه. واخر حاجه اللي قلت لكم عليها اللي هتساعد جدا في التطويل وفي التساقط وفي حل مشاكل حياتك كلها، وبجد ما كانتش يعني في الخطه خالص، هو انا اصلا كنت جايباها لوشي تمام، ما عرفت بقى ان هي ما شاء الله بتجيب نتيجه في الشعر وبتسرع وبتشوفي نتائج حلوه جدا في التساقط وطلع الوراثي وحاجات كتيره كده. يلا يا جماعه نجربها، هي اصلا عندي في البيت فتمام يلا نجربها. الا وهي الديرما رولر، الديرما رولر يا جماعه. شكلها طبعا كلكم عارفين شكل الديرما، والرقم بتاعها بتاعتي دي كانت 0.0، مش عارفه استنوا هنشوف مع بعض دلوقتي.
بس طلعت يا جماعه بتجيب نتيجه حلوه جدا، وفعلا فعلا بتسرع قوي قوي من النتيجه بتاعه الشعر. انا بس هو انت المفروض تجيبي اللي هي بتبقى اللي هي نص، مش ما تجيبيش اكتر من نص لشعرك، لان فروه الراس مش بتستحمل بجد. دي كانت تقريبا 1. تمام. معرفش ازاي كنت جايباها لوشي، وعايزه اقول لكم خفت اصلا استخدمها لوشي عشان انا اصلا يعني بصرف كتير وقليل، فاللي هو مش هاجي اخرب الدنيا عشان حاجه هبله. تمام. فصراحه خفت جدا، انا جبانه في الموضوع ده. سنونها زي ما انتم شايفين كده، هي سنونها صغنونه خالص خالص، مش عارفه اصلا انت كانت باينه لكم ولا لا. طبعا دي ليها طريقه الاستخدام، مش اي هبل وخلاص. طريقه الاستخدام هتكون انتي بتنقعيها في كحول قبل الاستخدام بشويه كده، وبعدين بتطلعيها بتنشفيها كويس جدا جدا. بعدين بتقسمي شعرك. وبصوا هو ليها طرق كتيره قوي او فيديوز كتيره قوي على تيك توك مثلا او على اليوتيوب، سرشوا هتلاقوا ناس عاملاها بقى على شعرها يعني على الطبيعه، فهتفهموا اكتر. تفرقي شعرك وبتعملي بالراحه كده، 1 2 3 4 5 في نفس الاتجاه، بعد كده اتجاه معاكس كده مثلا، كأنك بتعملي ايه اكس كده. برضو 5 مرات في المنطقة دي، بعدين المنطقة اللي بعدها، بعدين المنطقة اللي بعدها. سمعت كتير قوي قوي ان في ناس بجد عندها صلع وراثي وعندها مشاكل في الشعر كانت يأسانة منها. بجد الديرما عملت معاها شغل عالي. جربوا برضو الديرما، مش هتخسروا اي حاجة، بالعكس هتستفادوا قوي قوي قوي، وهجيب معاكم ان شاء الله نتيجة تحفة. عن تجربة بجد هي خطيرة خطيرة يا ولاد. بس كده يا حبايبي، ده كان فيديو النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منه وما كنتش طولت عليكم. لو لسه معايا لحد اللحظه دي فشكرا جدا جدا ان انتوا معايا. لايك سريع للفيديو، كومنت صغنون، واشتراك في القناه لو انت لسه مش مشتركه عندي. وبس كده، ما تنسوش تشيروا الفيديو لاصحابكم علشان شعرهم اللي بيتساقط وشعرهم اللي ما بيطولش. وبس كده، اشوفكم على الف خير الفيديو اللي جاي. باي باي.